بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. النهاردة حابب أتكلم معاكم حاجة عن الشخصية الإنسانية عموما. ولو قلنا يعني إيه شخصية؟ الشخصية هو كل ما يصدر من الإنسان، سواء فكر داخلي ومشاعر أو سلوك خارجي أو أي إمكانيات في الإنسان. يعني منظومة الإنسان، فكره، مشاعره، أحاسيسه، سلوكياته، ردود أفعاله، أسلوبه في الكلام، مظهره، طريقة تعبيره في الحياة، تعليمه، خبراته، قدراته، مهاراته، ثقافته، تدينه، روحانيته، كل شيء بيصدر من الإنسان وبيطلع في التفاعلات. ده شخصية الإنسان. لكن هي الشخصية بتتكون إزاي أساسا؟ الشخصية بتتكون من متغير وراثي طبيعي، جينات وصفات أنا مخلوق وموجود بيها، زائد مؤثرات بيئية خارجية زي تفاعلات، تعاملات، علاقات جيدة أو علاقات مكسورة مسيئة أو علاقات بتنمي صحية، خبرات ومواقف بمر بيها، مهارات بتعلمها، مفاهيم بتعلمها واتدرب عليها واستفيد بيها. كل ده بيتفاعل مع بعضه في الآخر بيطلع الشخصية بتاعتي. لكن الشخصية بتاعتنا الإنسانية في كل الأحوال هي شخصية مريضة وتحتاج إلى علاج وتحتاج إلى شفاء. ليه؟ ببساطة شديدة لأن ربنا علمنا في المزامير وفي الإنجيل أن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. مش موجود الإنسان النقي الماشي فيه اللي هو قبل السقوط، لأن احنا من طبيعة ساقطة مطرودة من محضر الله، وارثين الجبلة بتاعت أبونا آدم ومنها حواء. الإنسان العتيق ما زال بيحارب فينا، فإحنا في رحلة شفاء ورحلة تعافي في رحلتنا مع الله عشان نشفي الشخصية بتاعتنا. طب ده يأثر على علاقتنا بالله في إيه؟ يأثر لأنه مارس حق السورياني قال لا نستطيع أن نعبد الله بنفوس مريضة. طب ليه النفس المريضة ما تقدرش تعبد الله؟ ببساطة شديدة كده، الإنسان لما بيتعرض لإهمال أو هجر أو إساءات، بكل الشخصية التلقائية اللي خلقها ربنا البسيطة اللي بتقدر تلعب وتحب وتشتغل وتنتج، بيبتدي يحمي نفسه بدفاعات ويكون ذات تانية اسمها الذات الوهمية، ويغطي الذات الحقيقية اللي خلقها ربنا بسيطة ومحبة وحكيمة وتلقائية وقادرة على التواصل مع الله والآخرين بشفافية وصدق. يروح لابس ذات دفاعية عشان تحميه من الجروح النفسية وتحمي مشاعره. يبتدي يعمل ماسكات ومظهر خارجي وتبقى بيحمي نفسه بشكل معين من الدفاعات، وبعد شوية الذات الوهمية دي اللي هو لبسها بتبقى كأنها شخصيته الحقيقية وما يعرفش ينفصل عنها. تبقى دي الطبيعة الساقطة أو الإنسان العتيق والفاسد بتاعه. فبيبتدي عنده منطقة بسيطة جدا من نفسه بيقدر يشاركها مع الآخرين، اسمه، عنوانه، شغله، وظيفته، طوله، لونه، الحتت اللي ما فيهاش خزي أو عار أو ألم أو ذنب. وفي منطقة بيبتدي يخبيها عن عيون الناس، بتبقى بتوجعه وتألمه، وبيبقى دي مخبأة عملها أسرار مش قادر يتكلم فيها، ودي تحتاج إلى شفاء ويقدر يتعافى منها ويشارك بيها. وفي منطقة بتبقى عامية، الناس شايفين عيوب معينة فيه أو مميزات بيقولوا له مش مصدق لأن هو الوحيد اللي أعمى عنها ومش شايف دي. وفي منطقة لا هو يعلمها ولا الناس يعرفوها ولا يحسوها، دي منطقة لا يعلم بها إلا الروح القدس والله اللي بيفحص أعماق الإنسان. طبعا عشان أكون شخصية صحية وشخصية سوية لازم تقل المناطق العامية جدا، وتقل جدا المناطق المجهولة والمخبأة، وتزداد جدا المساحة المعلنة والمعروفة، وأبقى جوه زي بره. يعني الرياء اللي عندي أقدر أتنازل عنه وأكون شخص حقيقي متعافي من الداخل ومتصالح من جوه زي من بره، متصالح مع نفسي ومتصالح مع الله ومتصالح مع الناس. عشان كده لما أشتغل على شخصيتي نفسيا وعقليا وفكريا هقدر أكون علاقة أكثر صحة وسلامة مع الله ومع الآخرين، علاقة روحانية وعلاقة جيدة. فإحنا محتاجين نشتغل على شخصيتنا وننمي الذات الحقيقية الأصيلة الجميلة اللي ربنا خلقها فينا، ونخلع الماسكات والذات المزيفة اللي كلها دفاعيات وتمثيل ورياء. لإلهنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى أبد الآبدين وإلى دهر الداهرين آمين.